عشاق الشوكولاته هيدمنوا الوصفه دي لان بجد سهله جدا وبسيطه. وعايزه اوريكم حاجه، شايفين شلال الشوكولاته ده او شلال النوتيلا ده بدون اي شوكولاته، وكمان في الخلاط وبيضتين بس وكوبايه ونص من الدقيق هتعملي بجد العظمه دي. كانت طالعه ترند من فتره كبيره جدا. بجد الكيكه بتاعتها فادجي ومرتفعه جدا وطعمها جوسي كده، والصوص بتاعها خطير. هقول لكم بيتعمل ازاي منه فيه كده خطير وطعمه حلو جدا. نبتدي الوصفه كده ونقول بسم الله. وقبل ما ابتدي الوصفه، انا اميره داود، دي القناه بتاعتي. لو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم لايك وشير. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفه. احنا هنعمل الكيكه بتاعتنا في الخلاط. شفشق الخلاط كده جيبيه وحط فيه بيضتين بدرجه حراره المطبخ، بضيف عليهم كوبايه من السكر، كوبايه من الحليب او اللبن، وظرف من الفانيليا او معلقه صغيره من الفانيليا سايله او بودره. بضرب المكونات كويس في الخلاط لحد لما اللون يبقى فاتح معايا واتاكد ان السكر داب تماما. بعد ما اتاكد ان السكر داب تماما ويبقى لونه فاتح كده الخليط بتاعي، بضيف كوبايه الا ربع من الزيت، اي زيت حتى لو زيت تموين. بضرب المكونات مره كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بحضر المواد الجافه. بنخل كوبايه ونص من الدقيق، عليهم 4 معالق كبار من الكاكاو الغامق الغير محلى، وعندي معلقتين كبار او معلقتين صغيرين من البيكنج باودر او باكو من الكيك شيف، حلو جدا اي كيكات. وبعد كده بقلب المكونات الجافه، واضيف بقى عليهم المواد السائله واقلبهم بالويسك العادي جدا لحد لما الدقيق يختفي تماما زي ما انتم شايفين كده. بيبقى القوام عندي زي ما انتم شايفين، ولا هو تقيل ولا هو خفيف، بيبقى القوام اللي انتم شايفينه ده. بكون محضره صينيه مدهونه زيت ومبطناها بالدقيق، واكون حاطه فيها بقى بحط فيها الخليط بتاع الكيك بتاعه وده القوام بتاعه، واكون محضره مولعه الفرن على درجه حراره 180. بتقعد معايا تقريبا من 20 ل 22 دقيقه، وبتطلع بالارتفاع الهايل اللي انتوا شايفينه ده. كل ما تقللوا حجم الصينيه هيديك ارتفاع اكتر، وده اللي احنا عاوزينه. اول ما بتطلع بسيبها تبرد تماما، وبعد كده بحركها كده بس بالسكينه من الحروف وبطلعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بعد ما تبرد تماما. بعد كده بجيب السكينه واحاول ان انا اعمل مربع من جوه كده علشان اطلع قلب الكيك، بس مش للاخر، يعني بحاول ان انا اطلعه كده بس ما بجيبش للقاع الكيك بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الكيك اللي انا هطلعه وهحطه في الخلاط عشان نعمل مع بعض احلى صوص شوكولاته خطير، ويبقى شكل الكيك بالشكل ده. في الخلاط عندي بحط الكيك اللي انا طلعته عليه كوبايه من الحليب، معلقه كبيره من معلقتين كبار من بودره الكريم شانتيه، معلقه من الكاكاو الخام، وبضرب المكونات كويس جدا في الخلاط لحد لما يختفي عندي الدقيق الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبضيفه في قلب الكيك اللي انا خليته من الكيكه بالشكل ده. شايفين الصوص ده خطير. المفروض ان هو بيتحط في التلاجة نص ساعه ولا حاجه عشان يتماسك. عشان التصوير استعجلت وصورت على طول، وحطيت عليه كده سيحت معلقه كبيره من الشوكولاته البيضاء عليها معلقه من الزيت، وابتديت ان انا اسيحه على حمام ميه واعمل خطوط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبتقدميها زي ما انا قلت لكم ممكن تتحط في التلاجة ساعه عشان تتماسك اكتر من كده، بس عشان التصوير صورت على طول. شايفين الشلال بتاع الشوكولاته خطير، طعم الكيكه خطير، الصوص بتاعها تحفه خطيره وطعمها حلو جدا. بجد جربوها، الكيكه فادجي جدا، الصوص بتاعها خطير وسهله جدا، ومكوناتها مفيش ابسط من كده. بيضتين بس وكوبايه ونص من الدقيق عملتي احلى كيكه فادجي بجد خطيره، والصوص بتاعها كده خطير. الكيكه كده اللي مضربيها في الخلاط مع كوبايه حليب بجد بتنقلها في حته تانية خالص للصوص، وطبعا بدون شوكولاته خالص. عملنا الوصفه بتاعتنا، جربوها تعجبكم جدا.